عايزاكم تحذروا وتفزروا وتقولوا لي مين الشخصيه المشهوره جدا 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 اللي انا متصوره معاها. هتلاقوا الاجابه في اخر الفيديو باذن الله، بس عايزاكم تتوقعوا كده مين، وتكتبوا لي في الكومنتات. السلام عليكم. لأول مرة هعمل فلوج على قناتي، وكمان الفلوج ده كان فعالية لبطلة. بطلة ده برنامج أنا كنت مشتركة فيه تبع اليوتيوب، هو اللي اختارني برضو، مش أنا اللي اشتركت ولا حاجة، هو اختارني. وبعد كده عملوا لنا زي فعالية كده. الفعاليه دي كانت تحفه تحفه تحفه، انا جايبه لكم بس مقتطفات منها كده في الاول. وكانت في نشاطات، خليكم معايا وانا هقول لكم النشاطات اللي كانت موجوده، صورت لكم كل حاجه. بجد كانت حلوه جدا. بس ما تنسوش من فضلكم اول ما تدخلوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو كنتم لسه ما اشتركتوش. اول حاجه كانت جايبين لنا زي اتوبيسات كده في مكان تجمع، كان حلو جدا. كان الاعداد الصراحه مش كتيره خالص، كنت متخيله ان هلاقي اعداد اكبر من كده بكتير، بس لا، انا لقيت الاعداد قليله جدا. صراحه انبسطت، يعني مش هقول لكم ان انا ما انبسطتش، انبسطت، حسيت ان انا حد مميز لاني كنت موجوده في وسط عدد مميز من القنوات، يعني ما كانش مثلا اعداد كبيره، لا كان الاعداد صغيره جدا هم اختاروهم يعني. فكنت مبسوطة جدا جدا. وكمان في ناس طبعا ما عرفتش تحضر لان كانت في شروط خاصة، يعني زي الاطفال وكده ما ينفعش يبقوا موجودين. وكمان ان ما ينفعش يبقى معاكي مرافق او كده، فكان ليها شروط ممكن ما تتناسبش مع كل الناس يعني. في اليوم ده كنت مبسوطة 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 فوق ما تتخيلوا. الطريق كان حلو زي ما انتم شايفين، الطريق كان حلو جدا جدا. كان شيك قوي يعني. وكمان الباصات اللي احنا كنا راكبين فيها كمان كانت شيك جدا ومكيفة كمان، فكانت حلوة قوي. وكمان اثناء ما احنا راكبين الاتوبيس وكده، كان في زي نشاطات كده، وكنا بنسأل اسئلة ونرد عليها، وحد تاني يسألنا ويرد، يعني كانت الصراحة ممتعة، ما حسيناش خالص بالطريق. حاجة كده يعني، اللهم بارك زي ما بيقولوا ما شاء الله. الفقرات كانت كتيرة جدا. هنا كنا وصلنا ونزلنا من الباصات وداخلين بقى. دي اول حاجة كده كانت البوابة. بعد كده دخلنا، وقفنا في المكان ده، كنا مستنيين زي انا مش عارفة هو اسمه ايه الصراحة اللي احنا ركبناه ده. فكنا مستنيينه بس عشان يركبنا، هي الحتة دي بس شايفين. صورتكم ما نسيتكوش في عز ما انا كنت مبسوطة جدا. شايفين الجمال. الطريق كان حلو قوي، وهي حتة بسيطة خالص، بس كان التصوير يعني كان شكله لطيف قوي وانا راكبة الطفطف ده، انا مش عارفة هو الصراحة اسمه ايه. كان حلو قوي. هنا المكان ده هيدخلك للقاعة. بس هم حبوا ياخدوا زي صورة تذكارية كده لينا كلنا. وكمان شكل الشجرة دي لطيف خالص، وبالليل كمان شكلها حلو قوي، انا صورتها لكم كمان بالليل عشان تشوفوا شكلها كان حلو ازاي. المكان زي ما انتم شايفين شيك 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 فوق ما تتخيلوا. وكان كل حاجة منظمة وكل حاجة معمول حسابها. زي ما قلت لكم القنوات اللي كانت موجودة أعدادها ما كانتش كبيرة خالص. هنا اللقاء ده المكان اللي هيدخلك على القاعة. بعد كده في لقاء المبدعين مع بطلة، كان كل الناس حابة انها تتفرج يعني تتصور جنبه وكده. انا صورته لكم برضو على طول، بس طبعا الدنيا زحمة شوية، فمش عارفة اني تبقى الدنيا يعني هادية اكتر من كده. بجد كان الفعالية جميلة قوي. وكمان كانت في نشاط زي مثلا الخط العربي، استلمنا زي شنطة كده مكتوب عليها يوتيوب، ومكتوب عليها لقاء المبدعين، وكلمة بطلة. وهو بقى بتختاري الكلام اللي اتكتب على الشنطة، ممكن اسمك انتي او ممكن اسم القناة زي ما انتي عايزة. انا الصراحة اخترت اسمي، ما اخترتش اسم القناة. طبعا اسم القناة عزيز على قلبي كل حاجة، بس برضو الحمد لله انا اللي عملت القناة مش القناة اللي عملتني. نفسي قناتي تكبر، نفسي ابقى حد مهم، يمكن يبقى تكريم لحياتي اللي كان فيها حاجات كتيرة قوي قوي مش لطيفة، بس الحمد لله الحمد لله ربنا زي ما تقولوا كده بيعوضني يعني. شايفين القاعة جميلة ازاي، القاعة كانت حلوة قوي. وكمان ال الشاشة دي كانت بتعرض عليها القنوات بتاعتنا كلها، يعني كل القنوات كانت موجودة، كانت بتلف كده في اسم القناة بتاعك وحواليها كلمة بطلة. كانت حاجة مشجعة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وكمان في اكتر من حد كلمنا زي المدير الاقليمي. هو ده، بس انا مش متأكدة قوي قوي من يعني مش عارفة اسمه استاذ ايه صراحة. انا هو كان مكتوب وانا اعتمدت ان هو مكتوب، بس انا مش عارفة الاسم هيظهر امتى. المدير الإقليمي للشرق الأوسط ولليوتيوب للشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. الاسم هيجي دلوقتي حالا حالا.
حاجة كده الصراحة، يعني ذوق جدا، محترم جدا. بيديكي كده باور كده وهو بيتكلم اصلا. كانوا زي ما قلت لكم بيعاملونا معاملة الملكات، يعني كأن فعلا حد يعني مميز جدا، واحنا عايزينكم تنجحوا، واحنا عايزينكم يعني كان كل حاجة بتخليكي عايزة تنجحي، يعني عايزة تبقي يعني تبقي حاجة. دي ياسمينة، مديرة شركات يوتيوب الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بجد بني آدمة برضه ذوق جدا جدا جدا، وكمان متواضعين جدا. كل يعني كل الناس اللي كانت موجودة معانا كانت ناس متواضعة جدا. كمان حتى القنوات اللي كانت موجودة معانا كانوا كان في تعاون يعني غير طبيعي. كنا اول مره نشوف بعض، بس الصراحه كان كل الناس مبسوطه وعندها طاقه ايجابيه عاليه جدا جدا، فكانوا بيتعاملوا برقي جدا فوق ما تتخيلوا. كانوا مبسوطين، كانوا بيتعاملوا باحسن حاجه عندهم. جابونا بقى الناس المشهوره دي، اتكلمنا طبعا اول حاجه حبيبه قلبي حبيبه قلبي الشيف فاطمه ابو حاتي، وكمان يسرى طبعا كلنا عارفينها. اللي في النص دي صراحه انا معرفهاش، انا اسفه ده تاثير مني. طبعا نهله اللي هي قناه مصريه في الهند تقريبا، والله اعلم. انا عارفه طبعا الشخصيات دي كلها ناس محترمة، ناس ذوق، ناس أدب، ناس يعني بجد ناس تحسي ان هم كده يستاهلوا فعلا المكان اللي ربنا حطهم فيها، ان هم يبقوا مشهورين. مفيش تكبر، مفيش عجرفة، مفيش رخامة مثلا عليكي او كده، ابدا ابدا بجد. يعني يعني كمان كانوا في وسطينا طول الوقت، يعني لدرجة ان يسرا كانت قدامي. انا مش عارفة ازاي انا ما اتصورتش مع يسرا، يعني بجد انا غبية. انا ما اتصورتش معايا، كانت قدامي، بس عارفة من كتر التواضع وهي راحة جاية في القاعة انا ما خدتش بالي ان دي يسرا. انتوا متخيلين ان من كتر التواضع هي ونهله وكله، انا ما خدتش بالي والله ان هي يسرا، من كتر ما قد ايه كانت شخصيه متواضعه جدا. انتوا فاهمين قصدي؟ طبعا هنا كانوا بيحمسونا وبيقولوا لنا على الحاجات اللي كانت بتواجههم، وقد ايه لو في مشكله مثلا في اليوتيوب وكلمت الدعم ان هو بيحلها لك كده. يعني من بقى النشاطات اللي كانت موجوده ان انا رسمت حنه، رسمت كده رسمه بسيطه على ايدي. طبعا هي المفروض ما بترسمش هنا، مش بتترسم هنا، بس يعني رسمتها في حته تكون بعيده شويه عن هدومي عشان ما بهدلش الدنيا. وده اللي حصل بالفعل، بهدلت هدومي، بهدلت الشنطه بتاعتي. يعني ما اقدرش اقول لكم، ومسحتها في الاخر من كتر ما هي اتبهدلت. يعني انا السبب مش اي حاجه، مع ان هي يعني الفعاليه كانت يوم الثلاث، ومع ذلك يعني ثابته في ايدي لحد دلوقتي. انتوا مش متخيلين يعني هي كانت تبقى ثابته جدا. دي كانت حاجات زي حاجه كده، هو حجر شبه الازاز وشبه هو شبه الازاز جدا. بتحطي عليه صمغ، يعني احنا كده هنشيل ده من مكانه وبعدين هنحط الصمغ ده، وهنبتدي نعمل نفس الشكل ده، يعني صوره بس عشان نعمل زيها. يعني حاولت على قد ما اقدر ان اعملها عشان كمان ما بهدلش هدومي، عشان ده صمغ وكده، وكمان ازاز هو بيعور يعني، بس هو معورنيش ولا حاجه الحمد لله. يعني قدرت على قد ما قدرت. طبعا دي حاجه غريبه عليا وجديده عليا، فيعني هما كانوا مبسوطين مني صراحه ان انا عرفت اعملها، لان في ناس ما كانتش عارفه تعملها ولا حاجه. وبعد كده عملنا بقى ايه، تنسيقات الورد. تنسيقات الورد دي كانت يعني حاجه تحفه جدا مبدئيا. وكمان خدنا الورد ده واحنا ماشيين، يعني تحطي الورد في الفازه وبتاخديها وانتي ماشيه. بجد كان حلو قوي. وطلبت ورد نوع يعني قلت لهم الورد البامبي عندي قليل جدا، فانا عايزه شويه بامبي تاني. راح جايب لي بوكيه تاني، رحت حطيت الاتنين بوكيه معايا. طمعت بقى وكده، فاخدت الاتنين بوكيه. دي كانت الكاميرا اللي بتصورك، اللي هي تصور 360 درجة، بس انا الصراحة ما جربتهاش لان انا شوية خجولة. يعني انا مش دي كانت زي دفايات كده ورا، لان المكان فعلا كان ساقعة، بس هي كانت مدفية فعلا المكان. كانت حلوة قوي قوي، وكمان شكلها كان لطيف. يعني اجمالا يا جماعه الموضوع كان حلو قوي بجد، كان حلو قوي. وكمان زي ما قلت لكم كان في غدا، اتغدينا برضو الغدا كان تحفه جدا. كان زي ما قلت لكم كانت الناس كلها متعاونه مع بعضها، وكان الناس كلها مبسوطه، والناس كلها طاقتها عاليه قوي، وحاسين ان عندهم نشاط وباور. كأن انت حد يعني هنا بتحطي الامنيات بتاعتك وتحطيها على الشجره، بس انا ما حبيتش اعمل كده الصراحه، خفت احسن يكون فيها اي مخالفه شرعيه ولا حاجه الصراحه، مش هكدب عليكم. مع ان دي حاجه معروفه، بس مش لازم الحاجه اللي كل الناس بتعملها انا اعملها، عشان لا انا خفت الصراحه لا يكون فيها مخالفه شرعيه ولا حاجه. كلمة بطلة كانت محطوطة بالورد هنا، كان شكلها تحفة تحفة فوق ما تتخيلوا.
ده تنسيق الورد اللي انا عملته، هو مش تنسيق ولا حاجه، على قد ما قدرت، انا مش ماليش قوي في التنسيق يعني. بجد كان يوم حلو قوي، وبشكر كل القائمين عليه ان هم عملوه، لان بجد عمل عندنا زي طاقه، وحسسنا قد ايه احنا مهمين، وان اليوتيوب شايفنا، وانه مقدر التعب اللي احنا بنتعبه. يمكن مش بيبان التعب على يعني للناس العاديه اللي بتتفرج علينا هم المشاهدين، لكن التعب اللي عارفه كويس قوي هو اليوتيوب بجد يعني. عارف قد ايه الناس بتتعب. شايفين يا جماعه الشكل زي ما قلت لكم كان تحفه 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 بالليل كمان. دي بقى صورتي مع الجميله فاطمه ابو حياتي. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.